لو انت فاكر ان جون البالغ هو اخطر شخصية في عالم هانتر اكس هانتر يبقى انت فايتك كتير جدا. الترتيب بتاع النهاردة مش مبني على اقوى ضربة في الانمي او اقوى لحظة في الانمي، هو مبني عن اخطر 5 شخصيات وجودها كفيل ان هو يقلب موازين القوة كلها، ورقم 1 هيصدمك فعليا. والترتيب ده مبني على 3 حاجات اساسية. اول حاجة هي القوة الفعلية، تاني حاجة الذكاء واستخدام النين، تالت حاجة تأثير الشخصية على ميزان القوة في الأحداث بتاعت الانمي. قبل ما أبدأ متنساش تدعمني بلايك وفولو عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة بتاعتي. رقم 5 وهو كرورو قائد عصابة العناك، وهو مش مرعب علشان القوة الخام بتاعته، هو مرعب أكتر أو تحسه شخص خطر أكتر علشان أنت مش بتتوقع ايه الخطوات الجاية اللي هو ممكن يعملها او ممكن ياخدها. يعني مثلا هو بيقدر ان هو يسرق القدرات بتاعت الناس، بيقعد يخطط بالايام علشان يدخل فايت او علشان يوصل لحاجة هو عايزها. والفايت بتاعه مع هيسوكا اللي هو ما نزلش في الانمي، اللي نزل في المانجا، بيبين لك قد ايه ان اقوى سلاح عنده هو التخطيط مش القوة ذات نفسها. هو شخص بيعرف يخطط كويس جدا ويستغل كل حاجة موجودة حواليه في صالحه هو علشان يوصل للنتيجة اللي هو عايزها. رقم 4 وهو شخصية جون البالغ، واللي كان التحول بتاعه بيعتبر واحدة من اللحظات اللي صدمت الجمهور وصدمت أي حد اتفرج على انمي هانتر اكس هانتر، لأن جون في التحول ده اتحول فعليا لشخصية مرعبة جدا، شخصية قوية جدا وسريعة جدا وعندها كل حاجة هتساعدها علشان تكسب الفايت اللي هي موجودة فيه. والقوة دي خلت بيتو فعليا تعترف ان هي ممكن القوة بتاعته تكون مساوية للقوة بتاعت الملك. بس المشكلة هنا ان جون ضحى بكل حاجة علشان يوصل للنقطة دي، والقوة بتاعته كانت قوة لحظية في لحظة واحدة وبعد كده هتختفي ومحدش عارف ايه النتائج اللي كانت هتكون مترتبة عليها. فهو قرر ان هو ياخد الريسك ويخسر كل حاجة مقابل ان هو يوصل للقوة دي. فانا عشان كده مش حاطه رقم 1، ان القوة بتاعته قوة لحظية مش قوة مستمرة هتقدر ان هو تطلع تاني او تظهر تاني بشكل ما. رقم 3 وهو شخصية نيترو، اللي يعتبر تقريبا اقوى بشري شفناه في السلسلة بتاعت انمي هانتر اكس هانتر، لان السرعة بتاعته كانت اسرع من ان انت ممكن تحس بيها، وعنده تقنيات ممكن تقتل اي حد في ثواني. زي ما شفنا الفايت بتاعه ضد ملك النمل كان عنده قوة رهيبة تقدر ان هي تكسب اي حد فعليا. يعني تخيل ان هو دخل فايت مع اي انسان بشري او اي حد بشري هيكسبه في ثواني. بس الاخطر عنده ان هو ممكن يضحي باي حاجة علشان ينقذ البشرية، زي ما شفناه ضحى بحياته كلها علشان يقتل ملك النمل. رقم 2 واللي بيعتبر اكتر شخصية انا بحبها واللي ممكن لما يظهر عنه معلومات اكتر ممكن اخليه رقم 1 عادي جدا، وهي شخصية جين فريكس. الفكرة ان جين مش شخصية استعراضية خالص، لكنه بيعتبر واحد من افضل 5 مستخدمين للنين، وده على اساس الكلام اللي طلع قبل كده من شخصيات في الانمي بتاع هانتر اكس هانتر، زي مثلا نيترو لما قال ان هو من احسن 5 في العالم بيستخدموا النين. غير ان هو ظهر في المانجا ان هو بيقدر يقلد القدرات بتاعت الناس، ومش بيقلدها وبس، لا ممكن يطورها كمان. غير ان هو ذكي وسريع جدا في التعلم. من الحاجات اللي بتميزه برضو ان هو فاهم النين كنظام، مش بياخد النين ان هو سلاح علشان يخش بيه فايت، لا هو فاهم النين كنظام عموما وفاهم كل حاجة فيه وابعاده. والاخطر ان احنا لسه مش عارفين معلومات كتير عنه، يعني اعتقد لما توجاشي ربنا يكرمه ويكمل لنا الاحداث بتاعت الانمي ممكن الشخصية دي تبقى فعليا واحدة من أخطر الشخصيات في عالم انمي هانتر اكس هانتر. رقم 1 طبعا وهو ملك النمل، لأن دي أقوى شخصية ظهرت في عالم هانتر اكس هانتر، شخصية قوية بطريقة مش طبيعية، يعني القوة الجسدية عنده رهيبة، غير ان هو بيتعلم بسرعة مش طبيعية. يعني كلنا شفناه ان هو مش عارف خلال 12-13 يوم قدر ان هو يتعلم حاجات كتير جدا البشر ممكن يقعدوا سنين علشان يتعلموها او علشان يوصلوا لها. وغير ان هو دخل فايت مع نيترو وما تأثرش تقريبا بأي حاجة من اللي عملها فيه نيترو، ولولا السم اعتقد ان هو ما كانش اتقتل وكان هيبدأ ان هو يغير المجرى بتاع الاحداث بتاعت الانمي كلها. انا اتوقع ان هيكون في شخصيات تانية كتير في عالم هانتر اكس هانتر ممكن تكون اقوى من الشخصيات اللي انا قلتها دي، بس لحد دلوقتي طبعا توجاشي لسه ما كملش الانمي وما كملناش الاحداث، احنا مش عارفين مين هيبقى اقوى في الاحداث الجديدة اللي هتحصل في الانمي. لو وصلت لحد هنا متنساش تدخل تعمل لي لايك وفولو وقول لي رأيك ايه في الفيديو.